المهم انا عايز اعرف الواد الليفل بقى المذيع ده عايز ايه؟ هو انت عندك كام يالا؟ انا السوق قليلي. انت قريب، اقسم بالله انت لو قريب الملك فاروق ما هي ده دخلوك في الزيع. ايه انا صوتك ده حنجرتك دي؟ يا كهربا يا متكهرب يا فوت عالي. ضمك اللي فوت عالي يالا. ايه القرف ده يا اعلام المصريين؟ ايه العيال المقرفه دي؟ وايه العيال اللي كانوا في الاستاديو النهارده دي محتفلين؟ يا وليد يا فاضل محتفلين عيل هربان من دي. عندكم دم بجد. هو دي المبادئ والقيم اللي في النادي الاهلي من 100 كام سنه؟ كام 15 كان 1907 يبقى كام سنه؟ 116 سنه 116 سنه. فرحان يا وليد يالا، فرحان يالا الثانيه لسه اتفضل يالا. على فكره سياده المستشار كهربا، واحنا قلنا وانا قلت الكلام ده وحضرتك قلته، كهربا لعب سنه مع الاهلي، يعني لعب سنه ولم يوفق ومشي وراح تركيا، يعني القصه مش لعب يا جماعه. بقول لك ايه، صياح اقترب بقى، سيب شويه صياح ليوم السبت. مش معقوله بقى بعد ماتش الداخليه صياح وبعد ماتش بيراميدز وبعد ماتش الاهلي. صدقتونا يا جدعان. لما يجيب لعيب ما يعرفش يلعب كوره يديله 207,000 دولار اعرض عليه لعيبه؟ هو حسام حسن ده محتاج ان يتعرض عليه؟ هو زياد طارق ده محتاج يتعرض عليه؟ لما احنا نمشي الباك ولد صغير وانا عندي كذا باك يمين في النادي ويروح الاهلي ويبقى اعاره بحق البيع وهو يروح من غير مقابل، وانا اخد حسام حسن 6 شهور وهو رايح 6 شهور، لو اتباع هيتباع ب 10 مليون، وناخد زياد طارق سنه ونص. في شغلانه احسن من كده. ده انا بشكر الاهلي انه عمل معايا كده. اداني زياد طارق سنه ونص ما دفعتش مقابل، واداني حسام حسن 6 شهور ما دفعتش مقابل، وطارق رايح 6 شهور ما دفعتش مقابل، ولو طارق اتباع هاخد 10 مليون جنيه. وفي احسن من كده؟ وفي احسن من كده؟ وفي حد يعرف يعمل صفقات زي اللي احنا بنعملها؟ وفي حد بيعرف يبيع لعيبه؟ ازاي فرج بيه يعود سموحه مره اخرى زي ما كان سموحه المخيف اللي عنده احسن لعيبه اللي فيه استقرار اللي ما فيهوش في خريطه طريق؟ في خريطه طريق. انا بتكلم مع الشباب الصغير ده وبشرح لهم هذا الكلام. ايه هي خريطه الطريق؟ ان شاء الله ان شاء الله لسه كل حاجه هتيجي في وقتها باذن الله يا احمد. معلش يا فراجيلو بقى، جت فيك. واضح الهاني سيمان كان شارب باكيتتين عصير قبل الماتش، نزل مش شايف.